سلام الخوت، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم السلطه سهله مهله، وهي ماشي طبق رئيسي طبعا، هي مرافق للاطباق الرئيسيه. هكا بحال اللي كتشوفوا الفلفله الحمراء، كنشويوها سواء في الفران سواء في البوطه، المهم كيف ما نتوما فضلتوا. كنشويوها. من بعد ملي كنشويوها كان ضروري من هذه المرحله اننا كنعملوها في واحد الميكا، باش كنديروها في الميكا وكنسدو عليها باش كتقشر. ملي كنجيو نقشروها كتقشر دغيا، كترخى من داك السخانه، كتحيد ليها القشره دغيا، ما كتيبشي عليها، ما كتبقاش قاصحه. ديرها في هاد الميكا وكتسد عليها وكتخليها واحد شحال ما بغيتي، مع 10 دقائق شحال ما بغيتي. على حسب الزربه ديالك نتيا باش توجديها. كان عندك الوقت كاع حتى 20 دقيقه نص ساعه ماشي مشكل. المهم تكون باقي سخونه، تخليوها حتى نهار تجيو تقشروها تكون مازال سخونه يعني، وهي اصلا كتشد السخانه في وسط الميكا. صافي ديك الساعه كندوزو باش نقشروها بموس، والاحسن ما يكونش عنده سنان. انا هاد الموس هذا بحال اللي كتشوفوا عنده سنان، على داكشي جاتني شويه كدير بحال اللحم ديال هذا ديال الفلفله، ولكن راه صدقوني كتقشر بسهوله، كتقشر بسهوله. ولكن الموس ما يكونش عنده سنان. انا هنا عذبني شويه لحقاش عنده سنان. صافي كنقشروها كنغسلوها كنحيدوا لها داك عفوا هذاك هذا داك غير من برا داك الكحوليه ديال القشره ديالها، كنحكوها مزيان. كنحاولوا هكايا بحال اللي نحيدوا لها الماء، بحال اللي تقول نعصروها، ولكن هكا في الطول نهبطوا لها شويه باش ما تبقاش عامره بالماء شاده لنا الماء. صافي كنجيو هنا كنقطعوها في الطول. انا في هذه المرحله هذه في الطول، ماشي هكا صغار صغار، الطول هكايا. هاد التيراس هادو طوالين كنقطعوا على هاد الطريقه هذه. صافي ديك الساعه كنديروا لها العطريه. كاين طريقه اخرى بحال هكا كتجي مقطع ولا بغيتي. المهم هنا انا درت لها داكشي كله خضر، الثومه خضراء وشويه ديال الكمون الابزار. الربيع ما عنديش، ديروا لها الربيع ضروري، انا الربيع ما عنديش علاش ما درتش. صافي يا اما ديروا لها هكا وتاكلوها هكا خضراء، او لا دوزوها شويه في المقله كيف ما كتشوفوا الليمون والزيت البلديه، ثومه شويه ديال الابزار والكمون، وكتخلطوها وكترافقوا بها الاطباق الرئيسيه. كتجي فنه وزوينه ولذيذه الصراحه وكلها فيتامين. او نفس الطريقه كدير شويه الزيت قطيره قطيره في المقله كتقليها كتشحريها في المقله. بحال قلت لكم كتشحر او كتشحروها في المقله، كتجي يا سلام. بحال اللي قلت لكم شويه قطيره قطيره ديال الزيت والثومه، وكتشحريها والربيع وكتشحريها مزيان في المقله وكتحطيها هكا كمرافق. صراحه يا سلام. شكرا بزاف على المتابعه، ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه.